كانت القاهرة في سنة 1919 مدينة بتغلي زي الإناء على النار. في الشوارع الناس بتهتف ضد الإنجليز، والطلبة بيتظاهروا، والبشوات بيتكلموا بصوت واطي في الصالونات الكبيرة. كانت مصر بتصحى من نوم طويل، وكل واحد كان حاسس إن في حاجة كبيرة جاية. في الزمالك كان في قصر واحد بعيد عن الضوضاء دي كلها، قصر الحاج مصطفى النحاس. القصر ده كان مختلف عن كل حاجة حواليه. بوابته من الحديد الأسود التقيل، وحديقته واسعة فيها أشجار ليمون وياسمين، وجدرانه البيضة بترسم خطوط واضحة في السماء الزرقاء. الحاج مصطفى بناه من عرق جبينه في 30 سنة من تجارة المجوهرات، من الأحجار الكريمة والذهب والفضة. كان اسمه معروف في القاهرة كلها، وكمان في اسكندرية وحتى في بلاد الشام. الحاج مصطفى النحاس كان راجل في 60 من عمره، جسمه ضخم وصوته عالي وضحكته بتملى الأوضة. شعره أبيض من زمان، وشنبه الكبير كان علامته المميزة. كل الناس كانت بتحبه. كان متجوز من زينب هانم، ست في 50، جميلة وهادية، مش بتتكلم كتير، وعنده منها 3 عيال. كريم النحاس الابن الكبير في 30 من عمره، شاطر في التجارة، لكن دايما في خناقة مع أبوه على طريقة الإدارة. طارق النحاس الابن الصغير في 25. على عكس أخوه، طارق كان فنان، بيرسم ويكتب شعر، وأبوه كان بيزعل منه دايما لأنه مش مهتم بالتجارة. وشه فيه حاجة حلوة وحزينة في نفس الوقت. فاطمة النحاس البنت الوحيدة في 23، كانت مخطوبة من ابن تاجر كبير في اسكندرية، وفرحها كان هيبقى بعد شهرين. كانت بتحب أبوها أكتر من أي حد في الدنيا. في شارع عماد الدين، في شقة في الدور الثالث من عمارة قديمة، كان فريد مكرم صاحي وهو قاعد على مكتبه المليان أوراق وكتب وحاجات غريبة. فريد مكرم كان في 40 من عمره، رفيع الجسم، ذكي وعنده قدرة استثنائية على الملاحظة الدقيقة للتفاصيل اللي محدش بياخد باله منها. شعره الأسود بدأ يبيض من الجنب، وعيونه كانت دايما بتبص بتركيز زي اللي بيحاول يقرأ خط صغير من بعيد. كان بيلبس كلابية بيضة في البيت وبيحد الصمت. ما كانش محقق حكومي، ما كانش بياخد أوامر من حد. الناس كانت بتجيله لما تلاقي مشكلة مش قادرة تحلها، ولما البوليس يعجز. بعضهم كان بيدفع له كويس وبعضهم كان بيدفع له بالشكر بس. سليم مساعده كان نايم على الكنبة في الأوضة التانية. سليم كان في 30، تخين شوية وشعره الكثيف فيه بدأ يتساقط من قدام. كان مخلص لفريد مكرم جدا، بيتبعه في كل حاجة حتى لو مش فاهم ليه. الساعة كانت 2 الفجر لما في حد خبط على الباب بعنف. قام من النوم سليم مرعوب وقعد يبص حواليه مش فاهم. نادى بصوت عالي: مين؟ افتح بسرعة يا فندي، الأمر خطير. فتح سليم الباب فلقى قدامه راجل في 50، هدومه الأنيقة كانت متبهدلة، ووشه أبيض زي الجير. كان بيرتجف رغم إن الليل كان حر. أنا فهمي، قال بصوت متقطع، خادم الحاج مصطفى النحاس. فريد مكرم فين؟ الحاج مات. وصل فريد مكرم وسليم في الساعة 2:15. البوابة الحديد الأسود كانت مفتوحة. في المدخل الكبير للقصر كانت واقفة زينب هانم، شعرها مش ملموم، وعيونها كانت جافة، مش بتعيط، بس وشها كان فيه حاجة أصعب من الدموع، نوع من البرود اللي بيجي لما الواحد يكون في صدمة كبيرة. كريم كان واقف في الناحية التانية، هدومه مش مرتبة كأنه لبسهم بسرعة، عيونه كانت حمرة لكن مش من العياط، من حاجة تاني. طارق كان قاعد على السلم، راسه على ايديه. فاطمة كانت واقفة قريبة من أمها بتمسك ايدها، وعيونها كانت ممتلئة دموع، بس الدموع مش بتنزل. في كورنر الصالون كان قاعد رجل في 70، ملابسه الأنيقة بتقول إنه من طبقة الأعيان. ده كان الشيخ حلمي البيومي، صاحب الحاج مصطفى القديم من أيام الشباب، وشريكه في بعض الصفقات. كان قاعد ساكت وبيسبح بمسبحة كهرمان صفرة. نظر فريد مكرم فيهم كلهم نظرة واحدة سريعة، بعدين قال بهدوء: أنا فريد مكرم، محتاج أشوف المكان فورا، ومحتاج محدش يتحرك من القصر دلوقتي. المكتب كان في آخر الدور الأرضي، بعيد عن غرف النوم.
بابه كان من الخشب التقيل مفتوح. دخل فريد مكرم الأول وسليم وراه. وقف في النص من غير ما يلمس حاجة وبدأ يتفرج ببطء. الحاج مصطفى كان نايم على الأرض قريب من مكتبه الكبير. جسمه الضخم كان على وشه وإيده اليمين ممدودة قدامه. كان لابس جلابية الليل وطاقيته الصغيرة. في إيده اليمين محبوسة بين صوابعه كانت فيه ورقة صغيرة مطوية. بص فريد مكرم في الورقة من غير ما يلمسها. كان فيها كلمتين بخط متشنج: أنا عارف. قال سليم بصوت واطي: يعني إيه أنا عارف؟ مردش فريد مكرم، كان لسه بيتفرج. المكتب كان كبير ومترتب، فيه رفوف كتب على الحيطان وتحف أثرية هنا وهناك. على المكتب كان فيه مصباح كيروسين لسه شايل حرارة، وكوباية شاي نص فاضية، وأوراق تجارية مرتبة، ومنفضة سيجار فيها سيجارة واحدة بايظة. على الحيط ناحية الشباك كانت فيه لوحة كبيرة لمسجد محمد علي. فريد مكرم بص فيها الفترة، بعدين حول نظره للشباك. الشباك كان مقفول من جوه. مشي فريد مكرم ببطء حوالين الجثة، بص في الأرض، في الحيطان، في السقف. وقف قريب من المكتب، وطي جسمه يبص في الإدراج من غير ما يفتحها. بعدين وقف ونظر لسليم وقال: القاتل دخل من الباب مش من الشباك. ليه؟ الشباك مقفول من جوه، الشباك ده ما اتفتحش من أسابيع. يمكن القاتل قفله بعد ما دخل. ابتسم فريد مكرم ابتسامة خفيفة. لو القاتل دخل من الشباك هيعمل ايه؟ هيقتل الحج وبعدين يقفل الشباك من جوه ويطلع منين؟ من الباب؟ طب ما كان يدخل من الباب من الأول. سكت سليم. قضى فريد مكرم 20 دقيقة في المكتب من غير ما يتكلم. سليم كان واقف عند الباب بيتفرج عليه. فريد مكرم لاحظ حاجات كتير. أولاً كوباية الشاي. الشاي كان لسه دافي شوية، مش سخن ومش بارد. ده معناه الحج عمله من ساعة على الأكتر قبل ما يتوفى. ثانياً السيجارة في المنفضة. السيجارة كانت اتحرقت لنصها وبعدين انطفت لوحدها. معناه الحج بدأ يدخنها وبعدين نسيها، زي ما لو حاجة شغلت باله فجأة. ثالثاً الكرسي التاني. في الأوضة كان في كرسيين قدام المكتب. كرسي الحج ورا المكتب وكرسي للزوار قدامه. الكرسي ده كان متحرك من مكانه شوية ومش راجع لمكانه، يعني في حد قاعد عليه مؤخراً. رابعاً الورقة. الكلمتين أنا عارف كانت مكتوبة بخط الحج، بس بإيد مرتجفة. مش كتبها وهو خايف، كتبها وهو متأكد. في فرق كبير. خامساً على البلاطة قريب من الباب كان في أثر صغير جداً لوحل جاف، لحد لو ما كانش بيدور ما يلاقوش. بص فريد مكرم في الأثر ده طويل، بعدين قام واتجه لباب المكتب. قال لسليم: عايز أكلم كل واحد لوحده. زينب هانم قابلها فريد مكرم في غرفة الجلوس الصغيرة. كانت قاعدة على كرسي بظهر مستقيم وإيدين في حجرها. سألها فريد مكرم بهدوء: إمتى آخر مرة شفت الحج؟ ردت بصوت ثابت: الساعة 9 تقريبا. قال لي إنه هيكمل شغل في المكتب وأنا رحت أنام. كان زعلان أو مشغول باله من حاجة؟ توقفت ثانية قبل ما ترد. مصطفى كان دايما مشغول باله، لكن الأيام اللي فاتت كان في حاجة تانية. مصطفى مش بيتكلم في مشاكله. بص فيها فريد مكرم: حد جه القصر النهاردة؟ الشيخ حلمي البيومي جه بالعصر، قعد ساعتين وبعدين مشى. غيره؟ فكرت: لا. شكرا يا هانم. قبل ما تقوم قالت بصوت أهدى: إيه اللي حصل لمصطفى؟ نظر فيها فريد مكرم: ده اللي بحاول أعرفه. كريم النحاس كان واقف لما دخل فريد مكرم. رفض يقعد. أنا مش محتاج حد يحقق معايا في بيتي، رد فريد مكرم بهدوء. محدش بيحقق معاك، بس محتاج مساعدتك. بص ليه كريم، بعدين قعد. إمتى رجعت القصر النهاردة؟ الساعة 1 الفجر تقريبا. كنت فين؟ عند صحابي في بيت أحمد بيك السيوفي في جاردن سيتي. كلهم شافوك؟ أيوة، كنا بنلعب طاولة. وأبوك آخر مرة كلمته إمتى؟
شد كريم فكه. بالعصر. اتخانقنا. على ايه؟ على الشغل، على حاجات كتير. احنا دايما بنتخانق. في موضوع معين؟ تردد كريم لحظة. أبويا كان عنده صفقة كبيرة مع تاجر اسمه يوسف الحلبي. قلت له إنه مش موثوق. هو ما وافقش. رفع فريد مكرم حاجبه. يوسف الحلبي؟ تاجر مجوهرات شامي. جه القاهرة من 5 سنين. بيقول إنه من حلب. بنى سمعة كبيرة بسرعة. أنت مش واثق فيه. ليه؟ لأن الناس مش بتكبر بالسرعة دي إلا لو في حاجة غلط. كان لسه قاعد على السلم لما جاله فريد مكرم وقعد جنبه. مش بيتكلم ودموعه كانت نازلة بصمت. قال فريد مكرم بصوت ناعم: عارف إن ده وقت صعب، بس محتاج تساعدني. مسح طارق دموعه. إيه اللي عايز تعرفه مني؟ أبوك كان في حاجة بتضايقه الفترة اللي فاتت؟ فكر طارق. أبويا كان خايف. خايف من إيه؟ مش عارف، بس شايفه. كان بيقفل باب المكتب على طول، وكان بيبعتني بعيد لما بيجي حد معين. مين؟ الحلبي، يوسف الحلبي. فاطمة النحاس. البنت كانت في غرفتها، عيونها كانت حمرة ووشها كان منتفخ من العياط. سألها فريد مكرم سؤال واحد بس: أبوكي عمل حاجة غير عادية الأيام اللي فاتت؟ فكرت، بعدين قالت: قبل أسبوع لقيته بيكتب جوابات كتير وبيحرقها في صينية الفحم. سألته إيه ده؟ قال لي بس يا بنتي. بس وشه كان مش مرتاح. قبل ما يمشي قالت له: هتلاقي اللي عمل فيه كده؟ بصلها: هحاول. الشيخ حلمي البيومي كان لسه قاعد في نفس الكرسي ولسه بيسبح. لما دخل فريد مكرم رفع عينيه ببطء. اتفضل يا أفندي. قعد فريد مكرم قدامه. قالوا لي إنك كنت هنا العصر. جيت أزور صاحبي، قعدت ساعتين وبعدين مشيت. كلمته في إيه؟ في التجارة وفي الأحوال. إحنا أصحاب من زمان. لاحظت عليه حاجة؟ مصطفى كان مشغول باله، بس ده مش جديد. ذكر اسم يوسف الحلبي. بصت عيون الشيخ حلمي في فريد مكرم بحدة. ذكره. وقال إيه؟ قال إنه ندم إنه عمل معاه شغل، وإنه اكتشف حاجة مش كويسة. وقال لك إيه الحاجة دي؟ لأ، قال إنه هيتعامل مع الموضوع لوحده. رجع فريد مكرم لمكتب الحاج وقعد على كرسيه خلف المكتب. فتح الأدراج واحد واحد بهدوء. في الدرج التحتاني على الشمال لقى ملف من الورق مربوط بخيط. فتحه. كان فيه أوراق تجارية وعقود وأرقام، وفي آخره ورقة بخط الحاج. يوسف الحلبي مش تاجر، هو وسيط لعصابة بتهرب الأحجار الكريمة من السودان. الأحجار اللي باعها لي بضاعة مسروقة. لو الأمر اتكشف أنا هبقى متورط معاه. الورقة كان عليها تاريخ قبل أسبوعين. وقف فريد مكرم. قال لسليم: عايزك تروح دلوقتي على قسم مخفر البوليس وتجيب الضابط المسؤول، وفي الطريق اسأل على عنوان يوسف الحلبي التاجر الشامي. بعد ما مشي سليم، رجع فريد الأثر الصغير من الوحل على البلاطة قريب من باب المكتب. انحنى وبص فيه من قريب جدا. الوحل كان من نوع معين، فيه رمل ناعم جدا مختلف عن تراب الحديقة. ده وحل من ناحية النيل. بعدين لاحظ حاجة تانية. على حافة الباب الخشبي الداخلية في ارتفاع الإيد كان فيه خدش صغير جديد في الخشب، زي ما لو حد أمسك الباب بإيد فيها خاتم. طلع فريد مكرم الحديقة ومشي فيها. كان الفجر بدأ يطلع والسما اتلونت بلون رمادي فاتح. لف حوالين القصر ووقف على ناحية الجنينة اللي بتطل على شارع جانبي. السور من الناحية دي كان أقل ارتفاعا من الجهات التانية، وفي الأرض قريب من السور لقى فريد مكرم حاجة صغيرة لمعة. انحنى وشالها. كانت زرار صغير من الذهب، النوع اللي بيتحط على بدل الأعيان، عليه نقشة بتمثل وردة. حطه في جيبه ودخل تاني جوه. رجع سليم بعد نص ساعة مع الضابط سليمان أفندي.
راجل في ال40 ووشه فيه تعب مزمن، وجاب معاه معلومة: يوسف الحلبي ساكن في شارع فؤاد في شقة كبيرة في الدور الثالث. جمع فريد مكرم الكل في الصالون الكبير: زينب هانم وكريم وطارق وفاطمة والشيخ حلمي، وواقف قدامهم قال: الحاج مصطفى النحاس اتقتل الليلة بين الساعة 1 و1:30 الفجر. القاتل دخل من باب القصر الجانبي مش من الشباك، وعارف القصر كويس. بصوا ليه كلهم. الحاج كان عارف إن في خطر، كتب أنا عارف، لأنه كان عارف بالظبط اللي هيجي، لكنه ما عملش حاجة، إما لأنه ما صدقش إن الأمر هيوصل للقتل، أو لأنه كان بيدور على دليل إضافي. مين؟ سأل كريم بصوت متوتر. واحد عارف إن الحاج اكتشف سره، واحد عنده مصلحة كبيرة في إن الحاج ما يكلمش السلطات، واحد جه القصر الليلة من ناحية السور الجانبي اللي بيطل على النيل، عشان كده في وحل من رمل النيل على البلاطة. وقف وأخرج الزرار الذهبي من جيبه، ولقيت ده على الأرض قريب من السور. نظر الشيخ حلمي في الزرار ووشه بيض، لكن فريد مكرم ما توجهش للشيخ حلمي، اتوجه كريم بيه. بدلتك النهاردة فيها زرار ناقص. نظر كريم في صدر جاكيته بسرعة، وفعلا كان في زرار ناقص. وشه بقى أبيض. انت مش كنت في بيت أحمد بيك السيوفي، انت كنت هنا، دخلت من السور الجانبي عشان محدش يشوفك، وقتلت أبوك. صرخ كريم: انت بتتهمني بغير حق. رد فريد مكرم بهدوء: ما تصرخش، الصراخ مش هيغير حاجة. الزرار ممكن يكون وقع من زمان. الزرار جديد ومفيش فيه أي تراب، وقع الليلة. أنا كنت في بيت السيوفي. بكرة الصبح هنسأل، لو كنت هناك الموضوع خلص، لو ما كنتش هتتكلم. صمت كريم وعيونه كانت بتتحرك بسرعة. قال فريد مكرم: أنا مش عارف كل التفاصيل دلوقتي، بس عارف إن أبوك اكتشف إن يوسف الحلبي بيهرب أحجار مسروقة، وعارف إنك أنت اللي أدخلت يوسف الحلبي لأبوك. ده معناه إنك إما متورط معاه أو إنك بتاخد عمولة منه. ولما أبوك اكتشف وقالك خفت. بدأت عيون كريم تتملى دموع، لكن مش دموع حزن، دموع حاجة تانية. هو كان هيخرب كل حاجة، قالها بصوت متشنج. كان هيروح للسلطات ويقول إني كنت عارف، هيخرب حياتي، هيخرب اسمي، كل اللي بنيته. فقتلته. أنا ما قصدتش، جيت أكلمه وحصل خناقة وقف كريم وبص في الأرض. انهالت دموع فاطمة، وزينب هانم أغمى عليها، وطارق وقف وبص في أخوه نظرة مفيش فيها كلام. في الفجر لما أخد البوليس كريم، وقف فريد مكرم وسليم في حديقة القصر. كان الياسمين بيعطر الهوا والشمس بدأت تطل من بعيد. قال سليم: من الأول كنت حاسس إن في حاجة في كريم. بص ليه فريد مكرم: لا، من الأول كنت حاسس إن في حاجة في القصة مش ماشية. الزرار كان آخر حاجة مش أول حاجة. طب إيه أول حاجة؟ الشاي، كوباية الشاي الدافية. الحاج عملها الساعة 1 الفجر تقريبا. ومين اللي بيعمل شاي الساعة دي؟ حد صاحي ومنتظر حاجة أو حد. مشيوا لبوابة القصر ببطء. وإيه اللي هيحصل ليوسف الحلبي؟ وقف فريد مكرم عند البوابة وبص في الشارع. الحلبي مش في شقته، هرب من القاهرة من ساعة ما عرف إن الحاج مات. بص فيه سليم، يعني فلت. فتحوا البوابة الحديد الأسود وخرجوا في شارع القاهرة اللي بدأ يصحى. قال سليم: ده كان ليلة تقيلة. رد فريد مكرم وهو بيمشي وعيونه بتبص للأفق: كل الليالي اللي فيها حقيقة تقيلة، والحقيقة الكبيرة لسه جاية.